السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وحشتوني. وها هو يعود إلينا من جديد الأنمي الأقرب إلى قلوبنا بعد توقف دام 3 سنوات. وبدون ما نطول عليكم يلا بينا نبدأ في الموسم الثاني من فينلاند ساغا. وبتبدأ الحلقة الأولى من مسلسلنا فينلاند ساغا بواحد اسمه إينار قاعد مع أخته وأمه، وعليه صديقي بيتدرب على القتال بالفاس بقطعه للشجر، وبيفطروا مع بعض وبيقعدوا يرغوا شويتين، وفجأة بيظهر عليهم الفايكنج وبيبدأوا يفشخوا في القرية كلها. بيقدر يستخبى الثلاثة وبيقرروا انهم نهرب، وبالفعل بيبدأوا يجروا. لكن يا صديقي في سهم بيرشق في ظهر الأم بيسقطها أرضاً. بيصرخ الواد إينار طبعا وبيحاول يساعد أمه، ولكنها بتقول له اهرب يا ولدي وهي على أعتاب الموت. البنت بترجع تاني لأمها وتعيط عليها. هنا الجنود بدأت تسمع أصواتهم وتيجي عليهم. الأم تمسك في هدوم ابنها وتقول له اهرب يا ابني انت واختك، الحي يبقى من الميت، وتقول لهم انجوا بحياتكم. وتموت الأم ساعتها. توصل جنود الفايكنج ليهم وياخدوا الأخت كرهينة، ولسه إينار هيدافع عنهم ينضرب في وشه ويقع. لكن البت اخته بنت جدعه ب100 راجل طلعت دبوس كبير من شعرها وغرزته في ظهر الجندي اللي كان شايلها. وهنا يا صديقي الجندي الفايكنج ده ما كانش عنده اي رحمه او تفاهم، قام قاسمها بالفاس اللي معاها، وماتت الاخت قدام اخوها الواقع على الارض. اخدوه كرهينه معاهم علشان يبيعوه في السوق، وهو قلبه مكسور على اللي حصل لامه واخته، وقعد يصرخ ويصرخ ويصرخ. تنتقل السفينة اللي محملة الأسرى دول في عرض البحر في يوم كله عواصف، وفيها إينار البطل بتاعنا. وكان في واحدة من الأسرى تعبانة وحالتها ميؤوس منها، فقام الجنود واخدينها كده وحدفينها في عرض البحر، ولا كأنها من الماشية. ما هذه القسوة يا صديقي؟ طبعا اتصدم إينار ولسه هيتخانق مع الجندي، قام واخد في بطنه واحدة كده، يعني قعدته على الأرض تاني. صعبان على الواد ده جدا من اول حلقه هو عمال بياخد في وشه. ووصلت السفينه دي للشط وبداوا ياكلوا الاسرى علشان تكون بشرتهم مورده كده وحلوه ويعرفوا يبيعوهم بسعر عالي، وخلوهم كمان يستحموا، والبنات تضبط شعرها، لا وكمان تحط مكياج يا صديقي علشان يبانوا اصغر في السن. وراحوا السوق علشان يبداوا يبيعوا الاسرى. وهنا استطاع إينار انه يخدع الحراس يا صديقي وهو في السوق ويهرب، وفضل يجري لحد ما لقى بيت دخل وكان بيدور على اكل فيه، وفجاه صاحبه البيت توصل فيه لكنه بيخبطها وبيجري. الست تصرخ من هنا وتقول حرامي وهو بيهرب، وفجاه بيظهر واحد راكب حصان ويتضح ان ده واحد من الحرس اللي هرب منه. انضرب إينار للمرة الثالثة في حلقة واحدة وعدموه العافية يا صديقي، ورجعوه السوق مرة تانية وهو متبهدل. وطبعا كان إينار مثال لأي حد من الأسرة اللي يفكر في الهرب. لا وكمان ما كفهمش الضرب ده، ففضلوا يجلدوا فيه ولاد الجزمة دول بقية اليوم كله. ورجع إينار تاني يوم في السوق مرة تانية علشان يتباع، وواحد عدى عليهم كان بيدور على عبد بصفات معينة والحرس ودوه لحد إينار، لكنه قال للحراس ان إينار مش متطابق للصفات اللي هو عاوزها. وهنا بدأ الراجل ده يشرح للحارس شكل الشخص اللي هو بيدور عليه، وقال له اسمه هو ثورفين. واتضح ان الراجل ده هو مربي ثورفين في الصغر اللي قابله في اخر حلقه في الجزء اللي فات يا صديقي. لو ما شفتش الجزء اللي فات روح دلوقتي اتفرج عليه وكمل معانا مراجعه الحلقات الجديده في الموسم الجديد. وبعدها بشويه وصل واحد وطلب شراء إينار، وبالفعل يا صديقي اخذ الراجل ده وبدا يشغله في حقل للزراعه. وينبهر طبعا إينار من كبر حجم المزرعه، ويتذكر ذكرياته مع امه واخته، واتحرك بعديها ودخل المزرعه مع سيده. وهنا يا صديقي سيده ده بيعرفوا على ثورفين، ويتفاجأ إينار بأنه بيقابل ثورفين، وكانت دي أول مرة إينار ده يقابل فيها ثورفين. بتبدأ الحلقة بأن الراجل اللي اشترى إينار وعرفوا على ثورفين قال لهم إنهم هيكونوا صديقين من النهار، وقال لهم إنهم هيسيب لهم الأرض اللي وراهم دي يزرعوها وهو هيشتري الحصاد، وأما يكملوا تمنهم أو يكملوا التمن اللي اشترى بيهم في السوق هيحررهم من العبودية والأرض هتبقى بتاعتهم. طبعا إينار ما كانش مصدق نفسه وانه هينال حريته، وسابهم سيدهم ومشي. وبدأ إينار يتكلم مع ثورفين ويسأله أسئلة كتيرة جدا، رغاية ابن الجزمة، ولكن ثورفين ما كانش بيرد عليه. وبدأوا بالفعل في الشغل بقطع الأشجار علشان يقدروا يزرعوا الأرض. لكن من الواضح ان إينار ده اهبل ومش عارف اصلا يقطع الشجر، وعليه كان في الحلقة الاولى كان بيحاول يتمرن ان هو يقطع الشجر. ما علينا.
وفي نفس الوقت سألوا عن الأكل وكده. رد عليه ثورفين وقال له سيدهم بيجيب له الغدا في وقت الغدا، لكن باين عليه ما كانش ده شكل الغدا اللي هو كان مستنيه. هو انت فاكر نفسك في فندق 5 نجوم يا اسطى ولا ايه؟ ده انت عبد، يلا اصحى وفوق للكلام. وقال ايه كان هيتخانق مع الناس اللي كانوا جايبين الاكل، لكن ثورفين لحقه واخد الاكل هو بداله. وكان إينار برضو مازال معترض على طريقة الشغل دي، وإن الناس التانية مش بتشتغل، هو وثورفين بس اللي شغالين. وخلص أول يوم شغل الإينار وهو مش شايف قدامه حرفيا. ووصل لهم سيدهم وقال إيه؟ بيسأل إينار عن أول يوم ليه في المزرعة، ولسه كان هيقول له عن كل اللي حصل. ثورفين أوقفه، ويجي يوم جديد ويشوف إينار إن سيدهم كان مشغل ابنه معاه في الزراعة برضه، لكنه كان بيعنفه علشان ما كانش مهتم بتفاصيل الزراعة، فتمرد على أبوه ومشي من المزرعة وراح لواحدة كده من المزارعين الفقراء بيحبها، وقعد يشتكي لها عن أبوه. وبعدين طلع من عندهم كده ومالناش دعوة باللي حصل ده، وهو غضبان وركب حصانه وهو ماشي لحد ما لقى 2 من العبيد سكرانين ومشي معاهم. على الناحية التانية بقى كان إينار وثورفين بيجهزوا نفسيهم للنوم، لكن إينار ما كانش عارف ينام، كان أمال بيفكر في اللي بيعمله ابن سيدهم، وإنه معترض ومتبطر على النعمة اللي في إيده، وإنه هيرث كل النعيم ده، وإنه عاوز يحارب. هو أصلا مش عارف يعني إيه حرب، وافتكر ذكريات أبوه اللي مات في الحرب، وبعديها افتكر موت أمه وأخته. وثورفين مردش عليه بغير إني نام علشان هنصحى بدري بكرة. بتبدأ الحلقة بإن ابن سيد يائس من حياته وشايف إن كل الناس اللي حواليه مش فاهماه يا عيني، وفضل يسكر ويسكر لحد ما فتح سيفه على الجنود اللي كان بيسكر معاهم. وطبعا الجنديين اللي كان قاعد معاهم مش عاوزين يضربوا الطفل يعني، لكن العزة كانت واخدة الواد ده حبتين، فقال له افتح سيفك يا جندي وتعالى بارزني. طبعا يا صديقي الجنديين دول شايفين انها هبت منه حبتين، فقلبوا الترابيزة عليه وهو وقع زي الضغوف. والجندي قال له ان احنا ليس الا ضيوف عند ابوك بنخدمه مقابل الفلوس وفقط. والطفل ده بدأ في الصياح الطبيعي بتاعه، وبدأ الجنديين يدردشوا مع بعض يعملوا ايه في موضوع الطفل ده. وواحد من الجنود دول اسمه ثعلب، ايوه هو اسمه كده في الانمي، اشار على الواد ده انه علشان يكون راجل لازم يقتل حد، وان القتل هيديك جرأة لم ترها من قبل يا صديقي. وبالفعل اشار عليه كمان انه يبدأ بقتل العبيد اللي نايمين في اماكنهم اللي هم إينار وثورفين. جه تاني يوم وصحي الاتنين عادي جدا، ويقابلوا بنت جميلة جدا واتضح انها عبدة زيهم بالضبط، بس بتخدم السيد على طول. وجالهم الجنديين اللي كانوا مع ابن السيد امبارح وقالوا لهم تعالوا معانا سيدكم عايزكم، وإذ بهم يجيبوهم في مكان كده، ويكون ابن السيد ده مستعد بسيفه انه يقتلهم. وثعلب ده يقول لابن السيد يلا اهجم عليهم واقتلهم، بس واضح ان الواد ده مش عارف اصلا يعني ايه سيف او قتل او اي حاجه من الحاجات بتاعت الرجوليه دي، وكان اصلا بيترعش. طبعا إينار في الاول كان متفاجئ وكان بيسال ثعلب هو في ايه يا صديقي، احنا جايين نشتغل، احنا جايين نلعب ولا ايه؟ وقال ايه ثعلب؟ قال له انكم من ممتلكات السيد علشان انتم عبيد، وهو ليه الاحقيه انه يعمل اي حاجه فيكم. وقال ايه إينار عمل فيها شجيع السيما وقال لثورفين اهرب يا صديقي وانا يعني هوقف الليله، وهجم هو على ابن السيد. طبعا الجنود التانيين اللي واقفين بيتفرجوا وقفت ثورفين من انه يعمل اي حاجه، وحطوا السيوف على رقبته، وقعدوا يتفرجوا كلهم على إينار وابن السيد والمسلسل الكوميدي اللي بيتفرجوا علينا، وهما الاتنين بيتقاتلوا زي الهبل حرفيا. وهنا ثورفين كان بيتكلم بس بصوت مش مسموع قوي وسط الاصوات العاليه التانيه، وقال موتني انا. ايه ده؟ وبدا يا صديقي يعلي صوته لحد ما الجنود كلها انتبهت للكلام اللي هو بيقوله. هو قالها تاني موتني انا، وخلي إينار يا ثعلب يكمل شغله عادي. وهنا ثعلب سمع صوت ثورفين وبدا يتوجه اليه، وطبعا يا صديقي بدأ ثعلب يتكلم بطريقة مش لطيفة قدام الكل عن ثورفين، وبدأ ثعلب يضرب ثورفين بالسيف مرة ورا التانية ورا التالتة، وهو بيطلب منه انه يظهر خوفه منه ومن الموت. لكن ثورفين يا صديقي ما تهزلوش اساسا، ولا كان خايف ولا اي بتنجان، وفضل يضرب فيه ويقطع فيه حرفيا. وهنا سأله ثورفين هو ليه المفروض نخاف من الموت؟ وهنا توقف الثعلب لارتباكه من السؤال يا صديقي، واكمل ثورفين كلامه بانه ما جناش اي حاجه اصلا من حياته. وهنا ثعلب استشاط غضبا وقام هوب قطع جزء من ودن ثورفين،
يا الله. ولسه بيقول له عينك هي اللي هتطير في الضربة الجاية لو ما بينتش خوف. ويقوم واحد يؤمر الثعلب بأنه يتوقف، والكل بالفعل يتوقف يا صديقي، ويتضح ان ده كان قائدهم واسمه ثعبان. هم مسمين نفسهم كده. وأمر الثعلب انه يقترب منه، ولسه الثعلب بيقترب منه يبص في وشه حرفيا يخلي وشه كفتة. تبدأ الحلقة بتاعتنا بأن ثعبان يبدأ يوبخ الجميع وهو بيفطر، وأمر الجنود بتضميد جراح ثورفن، وتأسف ثعبان لثورفن وبدأ يتعرف عليه. وهوب يا صديقي، ما تعرفش ايه اللي حصل. تخيل ثورفن انه شاف اشيلاد معلمه وقاتل ابيه قدامه، فقام هاجم الراجل على الثعبان. وهنا ثعبان اعجب بيه اكتر وقال له جسمك يا صديقي عاوزك ما تموتش. وهنا تساءل ثورفن هيش اعمل ايه؟ وراح ثورفن وإينار يكملوا شغلهم ولا كأن حاجة حصلت. وبدأ يتساءل إينار في نفسه هو مين ثورفن ده؟ وسأل هو انت دخلت حرب قبل كده؟ ورد عليه ثورفن سأله تاني هل قتلت شخص؟ قال له وبدأ يحكي له عن ماضيه اللي كلنا عارفينه يا صديقي وهو صغير، وعن تربيته وعن بشاعة أيامه. خلص اليوم وناموا الاتنين، لكن فضل إينار يتذكر كلام ثورفن وإنه محارب. وهنا بدأ إينار يستشيط غضبا علشان برضو المحاربين دول هم اللي قتلوا أمه وأخته. وهاجم إينار على ثورفن وهو نايم وبدأ يخنق فيه، لكنه يتوقف. وكان أصلا ثورفن بيحلم بكابوس مرعب أصلا في الوقت نفسه. وفاق ثورفن من الحلم والكابوس اللي هو فيه ده وقال له أيوة أنا زي اللي قتلوا عيلتك. استشاط غضبا إينار من كلام ثورفن، لكن برضو قال لنفسه إن مش ثورفن هو اللي قتل عيلتي، ورجع نام مرة تانية. وتبدأ الحلقة الخامسة من عند الأمير كنوت. لو فاكرينه ده الأمير اللي قتل أشيلاد قاتل والد ثورفن بسبب قتله للملك سوين والد الأمير كنوت. والأمير كنوت تولى قيادة جيش الفايكنج الدنماركي في إنجلترا، وبدأ القتال بين الفايكنج والإنجليز مرة أخرى. ووصل الأمير كنوت بنفسه إلى أرض المعركة في حتة كده في إنجلترا كان يستولى عليها، وإذ به بيوقف المعركة بسبب إن القائد الإنجليزي اللي هو كان بيحاربه طلب هدنة. وإذ بالأمير كنوت يوافق، وهنا يثور ثوركن على القرار ده، وإن من طبع الفايكنج إن هم مش بيوقفوا القتال إلا لما يقتلوا قائد جيش العدو، لكنه هدأ وسمع كلام الأمير كنوت بعد ذلك. وإذ بالأمير يا صديقي بيقابل قائد الجيش العدوي ده ويشوف هو هيديله إيه مقابل السلام اللي طلبه. وإذ به بيديله الذهب كتير جدا، وإنه كمان بيطلب من الأمير كنوت إنه لو سحب قواته خالص هيديله فلوس أكتر. لكنه بيفكر في اللي قاله القائد ده وبيقول له أنا مش عاوز فلوسك، أنا عاوزك تقتل القائد الأكبر للبلاد الإنجليزية. خونه واقتله، وده يكون تمن حريتك وحرية قريتك والسلام. لكن القائد الإنجليزي ده بيرفض الكلام ده، فأخدوا الأمير كنوت وفلوكي لبرا علشان يوريه حاجة كده. وبالفعل طلعوا برا وولعوا في مبنى خشبي كبير جدا علشان تكون دي إشارة نارية. والراجل ده قعد يسأل الأمير كنوت ما الغاية من الإشارة دي يا أمير كنوت، وكانت دي الإشارة إنه ممكن يدك كل المدن الإنجليزية المجاورة، وإنها إشارة للقوة. طبعا القائد الإنجليزي ده انهار من حول الموقف، وطلب منه تاني الأمير كنوت إنه يقدم رأس الملك الإنجليزي، وده يعتبر دليل للسلام. وبالفعل في العام التالي توفى ملك إنجلترا إثلريد الثاني، وبعد موت إثلريد خلى ابنه إدموند صاحب العرش. وللأسف الشاب ده تسبب في حرب كبيرة ضد قوات الملك كنوت، وبعد 7 أشهر من الحرب دي مات برضه مسموم. وبالفعل بعد كل ده توج كنوت على إنه ملك إنجلترا بشكل رسمي. دوس بقى صديقي على المربع اللي ظهر لك ده علشان تشوف الحلقة الجديدة أول ما تنزل. يلا بينا.